ولقوا في جسمي اجسام غريبه بتعمل لي اورام على طول النبي. يجوز عشان بقى عندي 21 سنة، ويا لها لما الواحدة مننا تكمل 21 سنة. أنا فتاة إنسان يتظاهر إنه على قيد الحياة. أنا يونس في بطن حوت كافر. بص يا صديقي، السينما المصرية واحدة من أعرق السينمات اللي في العالم، ودي حاجة وضحتها في فيديو ايه اللي حصل للسينما المصرية. السينما عندنا في طول تاريخها اللي هو أكتر من 100 سنة انتجنا عدد مهول من الأفلام، في منها الرائع والفلسفي والعظيم والمتوسط والعادي والفاشل واللي يعتبر كارثة سينمائية. السينما عندنا مرت بمراحل وعقبات كتير، من أيام غني الحرب لأفلام المقاولات لأفلام الحج. كل ده عادي، برضو كل سينما بيحصل فيها كده. بس احنا بقالنا ما يقرب من 15 سنة في حالة خمول سينمائي غريب، مش عارفين نعبر عننا، مش عارفين نقول احنا السينما المصرية، مش عارفين نعمل أفلام، تحسنا نسينا طريقة صنع الأفلام. بس في ال15 سنة دي حصلت محاولات تثبت فشل الكلام ده، وإننا لسه زي ما احنا قادرين نعمل أفلام جميلة، قادرين نتكلم لغة سينمائية يفهمها العالم. فأنا عشان اللي طالع عاوز أتكلم معاكم عن أفضل 10 أفلام مصرية من سنة 2011 إلى الآن. في حاجتين عاوز اوضحهم، لان في افلام كتير حلوه، مش لازم ال10 دول، ممكن اكون انا مقصر ومشوفتهمش. والحاجه التانية، الترتيب في القائمه دي مش مهم. انا بصيت على القائمه تاني عشان اتاكد الترتيب مش مهم، واكتشفت فعلا ان انا مرتبتش. فتعالوا نشوف الافلام. بس في الاول، انا عبد الرحمن ودي بحب السيما. دي بقى السحر يا بيه. المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك، ده بيحب وده بيكره، ده بيقتل ده بيتقتل، ده بيتولد ده بيموت، دي بتتطلق دي بتزغرط. سيما يا بنت سيما. بس لما تروح النار لا، انت وكل اللي بيحبوا السينما ويروحوها. أنا رحت جهنم، شوف كل الممثلين المشهورين هناك. طبعا بحب السيما قوي وموت. الفيلم رقم 10 معانا هو فيلم لا مؤاخذة لعمرو سلامة، انتاج 2014. حلوة الحكومة. حد يقدر يقول على الحكومة وحشة؟ الفيلم ده يعتبر واحد من بدايات عمرو سلامة، واللي أكدت على إنه مخرج كويس، مش مجرد محب للسينما. طب الفيلم بيتكلم عن إيه؟ الفيلم بيتكلم عن الطفل هاني اللي بيحصل حادثة وفاة والده، فبتشقلب حياته على المستوى الاجتماعي والمادي. الاجتماعي بسبب تقرب هاني الشديد من والده، وماديا بسبب إن والده كان العائل الأكبر للبيت، فلما بيتوفى العيلة بتنزل في المستوى المادي شوية، مش بيكون عندهم رفاهية التعليم العالي اللي هاني كان فيه، فبيتنقل من مدرسته إلى مدرسة تاني. فهاني كنوع من انه يحاول يتعامل مع المدرسة دي خفى ديانته. نسيت اقول لكم ان هاني مسيحي. انا بتعامل اساسا الفيلم لسه نازل ومحدش يعرفه، بس بصراحة انا قاصد ان محرقش اي عمل من الاعمال اللي هنا. الفيلم ده كان تقديمة احمد داش لينا كجمهور، من مكتشفه عمرو سلامة، واكتر واحد بينجح معاه، واكتر واحد بيعرف يبين قدرات احمد التمثيلية. بس بجد عمرو سلامة بالرغم من ان ده تالت فيلم ليه، بس فعلا كان رائع في الفيلم ده. الفيلم ده ليه معزة خاصة عندي، لاني غالبا شفته ما يقرب 40 مرة، وكل مرة كنت بحب حكايته وتفاصيله. وعايزين نردد مع بعض عبارات عذبة، هيستا لا فيستا بيبي. بس دي اسبانيا. فيلم رقم 9 معانا هو فيلم الفيل الأزرق. ايه رأيك في 8 غرب؟ في منكم اللي خمن ان الفيلم ده لازم يكون ترتيبه اعلى، بس زي ما قلت لك انا مش مرتب. بس الفيلم ده فيه اثبات على اننا بس محتاجين نجرب الانواع. يعني جنرة الرعب دي عمرها ما كانت من جنرات السينما المصرية المفضلة، يعني كنا بنخايف جامد فيها، مش بنعرف نعملها، وبيطلع مننا اعمال ضحك من الكارثة اللي بتطلع. كل ده اتغير لما نزل الفيل الازرق، قلب الموازين. الفيلم كان مرعب فعلا، وفيه شغل سيما حلو، كان متعة بصرية بالنسبة لوقتها وممتع دلوقتي كمان. الفيل الازرق بيحكي عن الدكتور يحيى راشد اللي بقاله 5 سنين في اجازة من الشغل بسبب تعرض الحادث، بسببه ماتت مراته وبنته. ويحيى لما رجع الشغل اتقابل بمريض متهم بقضية قتل مراته، واكتشفنا ان المريض ده كان صاحب يحيى. انا عارف انكم عارفين قصة الفيلم، لعل وعسى محدش يكون شاف الفيلم ممكن يحب يتفرج عليه. الفيلم ده كان زهرة خالد الصاوي، كان تتويج لموهبته بالرغم من انه عنده اعمال تانية هو اروع ما يكون فيها. بس هو خالد الصاوي الفيلم ده كان اخر حاجة، هو بعدين ما عرفش يعمل حاجة تاني، تحس الفيلم ده خلص على تجربته. الفيلم ده تجربتي في المشاهدة الاولى لسه معلقة معايا اكتر من اي فيلم تاني. انا مشوفش الفيلم ده سينما، انا استنيت الفيلم لما نزل واتفرجت عليه لاني كنت اصغر من السن. بصراحة اسبوع ما كنتش بعرف انام، لان عندي في البيت سجادة شبه السجادة اللي بيطلع منها الكلب في الفيلم، وانا كنت مرعوب جدا، وانا كنت بترعب من الكلاب في الفترة دي، فتجربة الفيلم لازمتني حبة. شريف خرج. مين اللي خرج؟ شريف.
تامن فيلم معانا هو اسماء لعمرو سلامة سنة 2011. انا مش هينفع اطلع كده في التلفزيون واقول اللي عندي. ده الظهور التاني لعمرو سلامة معانا في القايمة دي. الفيلم ده كان بالظبط الفيلم مش عاوز اتفرج عليه، اللي هو يجي في وشي بيتعرض على التلفزيون مش عاوز اتفرج عليه. مش عارف ليه حاجز غريب بيني وبينه. بس في مرة سمعت الجملة دي في الفيلم وعيط، والنبي تقولي لربنا بسرعه يا رب. واتفرجت على الفيلم وسمعت الجملة تاني وعيطت تاني. يعني هند صبري كانت صادقة المشاعر بطريقة غريبة. انا لما كنت بتكلم عن هند صبري في فيديو افضل ممثلات السينما المصرية ما اعتقدش ان اديتها حقها في الفيلم ده، بس هي فعلا كانت فوق الخيال. الفيلم بيحكي عن واحدة مريضة بالايدز بتحاول تشتغل عشان تعول نفسها وبنتها وابوها، وهي مخبية مرضها عن الناس وبنتها كمان، وبتحاول تخبي نفسها عن الناس لغاية ما شغلها بيعرفوا وبيمشوها من الشغل. الفيلم كان قصة حقيقية وبس. ده اللي انت محتاج تعرفه عن الفيلم. انا قلت ان العيب مش في التطعيمات خالص، بعيدا عن المانيا وعن تايلاند، عشان العيب يا جماعه في اجسام اطفالنا. الفيلم رقم 7 معانا هو تراب الماس لمروان حامد 2018. انا سمعت ان انت بتلعب درامز هايل. ده يعتبر هو الظهور التاني برضو لمروان حامد معانا في القائمة دي، وده اثبات برضو ان انا مش مرتب القائمة عشان حد يتأكد. الفيلم اللي رجع لنا مروان حامد اللي حبيناه، اللي عمل لوحة فنية اسمها ابراهيم الابيض. بعد 9 سنين اخيرا نزل لنا فيلم، وكان ساعتها فيلم ابراهيم الابيض اتقدر وخد حقه بعد ما كان فاشل نسبيا لما نزل يعني. فخلاص كل الناس مستنيه من مروان حامد انه يعمل افلام اكتر، خصوصا وانهم حبوا الفيلم بتاعه. ومروان سكت شويه، عمل بسيط. في 2011 شارك في فيلم 18 يوم، الفيلم كان بيتكلم عن الثوره. الفيلم كان هو اخرج فيلم قصير فيه اللي هو 19. الفيلم ده اصلا ما نزلش في 2011، هو فضل ممنوع لغايه ما نزل في 2017 لما قدرنا نشوفه يعني. في 2014 اتعلن ان احمد مراد ومروان حامد هيتعاونوا مع بعض وينزلوا لنا فيلم مأخوذ عن روايه الفيل الازرق. تمام، حلو، فيلم نزل حلو، بس ده مش مروان حامد اللي انا كنت عايز اتفرج عليه. سكت سنتين ونزل بلاصرين حلو، بس انا عايز اشوف مروان حامد اكتر، عايز اشوف اكتر. نزل تراب الماس. الله، ايوه كده يا وديع. تراب الماس هو فيلم اتعمل عليه اصلا نوش من بين احمد مراد واحمد حلمي لما اتزهق من الفيلم يعني. الفيلم بيحكي عن طه الصيدلي اللي بيروح البيت في يوم بيلاقي ابوه مقتول، وبعد وفاة ابوه وهو بيقلب في حاجته بيلاقي مذكرات بيكتشف اسرار عن ابوه انه مش مجرد راجل قعيد. الفيلم فيه اسقاطات جميله، طريقه سرديه رائعه، الفيلم فيه حكي بالصوره، الفيلم فيه مروان حامد، الفيلم فيه ياسر ياسين بيمثل، الفيلم فيه عزف من ماجد الكدواني. انا مش عايزك تاخد الموضوع بشكل شخصي، مش عايز الموضوع يوقف لك حياتك. فيلم رقم 6 معانا هو فوتوكوبي. هو انت ما تعرفش الديناصورات انقرضت ليه؟ نسيبنا بقى من المخرجين المعروفين. الفيلم ده من تامر العشري. حاجه سريعه، بما اننا يمكن استاذ تامر مش من اكتر المخرجين المعروفين، فهو عمل فيلم اتشهر اكتر من فوتوكوبي اللي هو فيلم ما تعلاش عن الحاجب. انا ما بحبيتش ما تعلاش عن الحاجب على قد ما حبيت فوتوكوبي. الفيلم بيحكي عن راجل وحيد في اخر الخمسينات عنده مكتبه بيشتغل فيها. في يوم من الايام دخل كوفي نت اللي هو سايبر، وقرا عن موضوع الديناصورات، والموضوع جذبه فحب يتعرف على اسباب انقراضها. الفيلم ده قصته معايا غريبه شويه. الفيلم ده نزل وانا اتفرجت عليه سكت، وبعدها فتره بقى في الفيلموجرافي بتاع حسن دبور بعد ما شفت له عيار ناري اللي برضه ما شفتوش وقت عرضه، بس عجبني كتابة هيثم دبور في الفيلم ده، فكنت بألف في الفيلموجرافي بتاعه زي ما قلت لك، وبصيت لقيت الفيلم ده اللي قبل عيار ناري كان فيلم فوتوكوبي. رحت متفرج على الفيلم. في نص الفيلم اكتشفت ان انا شفته قبل كده، بس رحت مرجع الفيلم الاول ومربع رجلي واتفرجت من تاني. وهنا كانت واحدة من امتع تجارب المشاهدة اللي انا مش عارف اعيدها تاني. الفيلم ده متعة التجربة التانية اكتر من الاولى، والتالتة هتلاقيها اكتر من التانية. الفيلم ده يا جدعان فيه شيرين نضرة بتمثل. انا بحب الافلام قوي، بس عمري ما دخلت السينما. عمرك ما دخلت سينما؟ لا يعني عمري ما دخلت السينما مع حد، دايما ببقى لوحدي. فيلم رقم 5 معانا هو فيلم ريش لعمر زهيري سنة 2021. انت ملبوس. لا يا استنى يا شيرين ما تتحركش، ادي الفيلم فرصة يا راجل يمكن يعجبك. انا بصراحة ما اتفرجتش على الفيلم ده لما نزل لان ما كنتش عارف الاقيه، بعد الضجة ما راحت عليه نسيته. كان في الليست عندي، بس انا عندي حاجة وحشة، هو ان انا بمسح الليست لما ازيد عن 10 افلام عشان ما احسش اني مقصر. فانا كنت داخل امسح الليست وقريت الليست اللي انا كنت كاتبه بالانجلش اللي هو فيتشرز، فانا ما جمعتش ايه ده. وانا بسرش على الفيلم لقيته دلوقتي نزل على النت، فنزلته. وانا كان تاني يوم عندي امتحان داتا ستراكشر. بص لي مش بيدرسوا كمبيوتر ساينس، الماده دي ما بنهزرش معاها، ما بتتغشش، ما بتتبصمجش، ما بتتحفظش، ما بتتبرشمش، لازم تذاكرها. فاعمل ايه انا كشاب مصري؟ بالظبط انا اتفرجت على الفيلم ده. انا اتفرجت عليه وحسيت اني اكلت الراتاتوي اللي في الفار الطباخ، اللي هو
ما احنا حلوين اهو، بنعرف نعمل افلام، والله نعمل سينما، خصوصا ان الفيلم اتعمل سنه 21 زي ما قلت لك 2021. يعني كنا اتهرينا بان السينما المصريه ما عندهاش، مش هتقدر تقدم اي حاجه. ريش نزل منقذ زي السوبر هيرو كده عشان يقول لنا لا، في الفيلم بجد حلو. قصة الفيلم عن أسرة فقيرة، الأب هو العائل ومصدر الدخل الوحيد ليها. في عيد ميلاد الابن كان بيجيب سحر يفرح الابن، قلب الأب فرخ. وعايز بس أقول لكم حاجة، الكولرنج في الفيلم ده جامد جامد. عايز تعرف ايه هو السهل الممتنع في التمثيل؟ واحدة انت شايفها مش عاملة أي حاجة بس هي عاملة كل حاجة. اتفرج على الأستاذة ديميان، عملت في الفيلم ده لا ممثلة تقيلة. اتفرجوا على الفيلم هيعجبكم، ادوه بس فرصة، ما تقفلوش من الأول. وبالنسبة للداتا ستراكشر فأنا جبت A-. شجعوا يا جماعه تسقيفه. الفيلم رقم 4 معانا هو فتاة المصنع. انا ما بحبش اللون الاحمر وانا كنت لابسهولك. الفيلم ده من بتاع بابا من بابات الإخراج في مصر، الأستاذ العظيم محمد خان. الفيلم ده كان من كتابة زوجته وسام سليمان، وده كان تالت تعاون منهم بعد فيلمين رائعين، قناة وسط البلد واللوحة الرائعة في شقة مصر الجديدة. الأستاذ ما كانش معروف عنه إنه بيفضل فترة طويلة من غير ما يعمل أفلام. كان من أكتر المخرجين النشاطين وكان بيشتغل كتير. كان بقاله فضل 7 سنين من 2007 من شقة مصر الجديدة عشان ينزل لنا في 2014 بفيلم فتاة المصنع. الفيلم بيحكي عن إيه؟ الفيلم بيحكي عن هيام، الفتاة الفقيرة اللي بتشتغل في مصنع زي كل البنات اللي في نفس ظروف المعيشة. المهم هيام بتتعلق بالباشمهندس اللي عندها في المصنع. بيحصل بسبب الموضوع ده مشاكل لهيام اللي هو العادي، راجل وست فيه مشكلة نمسك الست. الفيلم ده بالنسبة لي هو لوحة محمد خالد الأخيرة اللي رسمها، لأني ما حبيتش الفيلم الأخير بتاعه اللي هو قبل زحمة الصيف. وتحس الفيلم ده منسي كده، محدش عارف، بالرغم من كونه أفضل من أفلام كتيرة. الرغيف بقى فيه دول يا دوب 10 لقمات من العدد، حتى رغيف ابو 30 قرش يعني عليه عمال يكشف نفسه. بس كده ندخل على مثلث القوى. رقم 3 معانا هو آخر أيام مدينة لتامر سعيد. طب ايه رايك لو ترحم نفسك وخلينا نسيبه دلوقتي وننقل على حاجه تانية؟ الفيلم ده هو الصدفة بحد ذاتها. أنا كنت بدور على فيلم أخضر يابس، كان جالي كده في الترشيحات، عجبني البوستر بتاعه، دخلت بتفرج على الكاست، يتمني صالح. بس دي نقطة ضعفي، أما بقاومهاش. فده اللي حصل، أنا دورت على الفيلم واتفرجت عليه. بس في حاجة، الفيلم ده متصور قبل الثورة واتمنتج بعدها. تخيلك كده الفيلم ممكن ينزل 2013 2014، لا الفيلم ده كان عرضه في السينما 2016، بس هو يعتبر ابتدى الظهور بتاعه في 2019. مش عارف كده، فيلم غريب وحكايته عجيبة، بس ما خدش اي شهرة خالص. ومش بقولك عشان انا محنك سينمائيا فغطست وعديت بحار عشان اجيبه، بس ما تزعلش من تدني المستوى الفني وانت بتحاولش تشهر الحاجات الحلوة. انا زي ما قلت لك انا عرفته بالصدفة، بس انا ممتن للصدفة دي لان بجد ده بأمانة من افضل ما انتجت السينما المصرية في اخر 25 سنة مثلا. الفيلم بيحكي عن المخرج الشاب خالد اللي بيحاول يعمل فيلم عن المدينة اللي هو فيها، وبيحاول يشوف الأحلام بتاعته، وفي نفس الوقت هيسيب شقته فبيدور على شقة جديدة. لا فيلم شاعري جدا وحلو جدا. الفيلم الحاجة الوحيدة المحيرة فيه بالنسبة لي ان انا بسمع صوت اسكندرية، بالرغم ان انا لا اسكندراني ولا من دروش اسكندرية. وكل مرة بتفرج فيها على الفيلم ده النقطة اللي بتحير فيها هي دي. الفيلم ده غني 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 بالرمزيات الجميلة. انتوا افكاركم عاطفيه عن المدن، بالنسبه لكم مدنكم مش قد ما تتغير، شباب تبقى فكره ببالكم بس. رقم 2 معانا نوارة لهالة خليل. تعرفيش كان ازاي؟ انت ازاي بس تحت في الشارع؟ بص، احنا ثورة أنا سينما عندنا شوية أفلام وحب غريب بسبب كثرة عرض الأفلام على القناة دي. في ذكريات كتيرة مع الأفلام، في منها الحلو وفي منها الواو وفي منها العادي وفي منها الفاشل. وكان من ضمن الأفلام الحلوة فيلم اسمه أحلى الأوقات، كلنا عارفينه وحافظينه شوت شوت. الفيلم ده بتاع هالة خليل، هي دي بتاعت نوارة، مخرجة شاطرة ذكية وموهوبة جدا، بس بسبب الإنتاج بتتهان عشان تطلع لنا عمل. المهم الأستاذة هالة في 2016 عملت لنا فيلم اسمه نوارة. نوارة بيحكي عن نوارة بنت فقيرة في حالة مادية صعبة وبتشتغل كميد خادمة في فيلة راجل غني وزير سابق. كمان هي بتشتغل عنده في الفترة اللي كانت حاصلة فيها الثورة. طيب في الفيلم ده عاوز ايه؟ عاوز اداء تمثيل؟ اتفضل. عاوز كادرات؟ اتفضل. عاوز ايه؟ عاوز فيلم حلو بجد؟ اتفضل. عاوز فيلم بيتكلم مصري؟ اتفضل. حاجة أخيرة، أمير صلاح الدين جامد في الدور ده، جامد. الفيلم جميل وممتع، اتفرجوا عليه. مش مصر كام عيل ينزلوا فيها في الشارع يوقعوا النظام، بكره تشوفوا وهفكركم كل حاجه هترجع زي ما كانت بالظبط. قبل ما ندخل على الفيلم رقم 1 معانا قايمة شرفية، فيلم يوم الدين، فيلم شرفنا في مهرجان كان سنة 2018 لعشاق دراسة السينما. الفيلم ده ممتع، الفيلم عبارة عن رحلة، بصراحة أنا مش عايز أقول أكتر من كده، رحلة. والفيلم اللي بعده فيلم بيلا 69، أحلى أداء من خالد أبو النجا، إخراج جامد من أيتن أمين. الفيلم ده كان سنة 2013. الفيلم بيحكي عن راجل وحيد عايش بعيد عن عيلته. الفيلم اللي بعده هو فيلم قدرات غير عادية، رائعة
أستاذنا داوود عبد السيد الأخيرة اللي عملها سنة 2015. الفيلم ده كان بيتعرض على روتانا الفترة، بس مش عارف إذا كانت شهر ولا لأ، بس هو فيلم حقيقي. احنا هنقيم داوود عبد السيد، فيلم كان حلو جدا بس مش نفس إنتاجات، يعني مش هتقارنه مثلا برسائل البحر، بالكيت كات، بأرض الخوف، بس هو فيلم حلو جدا. الفيلم اللي بعده هو أخضر يابس. بص، تحول حب الأعمال المستقلة، تحول وأقعد أشوف مين عمل إيه وعمل إيه وعنده إيه هيعمله، كان بسبب فيلم أخضر يابس. أنا شدني البوستر بتاعه في الأول، بس أنا استمتعت جدا وبعيده كل شوية وبستمتع بيه. الفيلم بيحكي عن واحدة بتنقطع عنها البي ام اس. الفيلم اللي هو بعده هو فيلم مايكروفون، واحد من أشهر أفلام السينما المستقلة. أنا مبسوط جدا إنه أخد حقه ومش هكذب عليك، لأنه فيلم حلو ويستاهل وكلنا عارفين قصته يعني. الفيلم الأخير في القائمة الشرفية هو فيلم بعد الموقعة للأستاذ العظيم يسري نصر الله. فيلم بيحكي أحداثه عن واحد من الناس اللي شاركت في موقعة الجمل. دي موقعة مبارك ساب فيها الناس على الثوار يضربوهم، وكانوا بيستخدموا الجمال في الموضوع ده. الفيلم ده كان سنة 2012، فكان بعد الثورة. رقم واحد معانا هو فيلم اشتباك. Are you with us؟ لا تبعهم يعني. وانتوا خلاص قفلتوها ان الناس يتبعهم يتبعكم. الفيلم ده الوحيد اللي مش من ترشيحي، ده من ترشيح عمنا كلنا توم هانكس. ترشيح توم هانكس جه بعد الصدى الكبير اللي الفيلم عمله في المهرجانات. الفيلم كان مترشح في مهرجان كان، ومهرجان ميونخ فيستيفال، ومهرجان لندن فيستيفال، وبتاع 15,000 مهرجان تاني. كان مترشح في مهرجانات كتير وكان عامل صدى كبير جدا. باختصار وبدون أي طلب، بيحكي عن عربية ترحيلات في 2013 محبوس فيها أغلب طوائف المجتمع المصري اللي ما كانوش على وفاق في الفترة دي. الفكرة مأخوذة عن حادثة مشابهة حصلت في عربية ترحيلات، كان محبوس فيها 40 واحد وماتوا فيها. الفيلم كان جميل في رسم العناصر، يعني أصلا قصة جمع المجتمع المصري في عربية ترحيلات دي لوحدها رمزية خطيرة وكافية إنها تبين لك روعة العمل اللي هيطلع. الفيلم ورانا حاجات ما أعتقدش اتوثقت بنفس الصدق في أفلام تانية. وبالنسبة للناس اللي ما عاشتش الفترة ما كانتش عارفة المجتمع بقى عامل ازاي، فأنا أشرح الفيلم ده لأنه بيحكي حكاية أقرب لواقع. عندنا في المدرسة كنا بنلعب عسكر واخوان، واحنا كمان، بس احنا عندنا الاخوان كنا بنمسكهم ونعدمهم. عندنا اللي بيتمسك من العسكر بيتذبح. وبس يا سيدي، دي قايمتي قول قايمتك، وانا كده اكون انا خلصت. لو عندك حاجة عايز تقولي في الكومنتس تحت عيش براحتك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، ولا تنسى يا اخوانا انا من صالح الدعاء. ولو حابب تدعم القناة فاحنا فعلنا خاصية ثانكس. ولو حابب تسمعني تاني في فيديوهات قديمة، في جديد لسه ينزل، فاعمل اشتراك. سلام.